حوادث الاختفاء الغامض حول العالم كتيرة جدا مش بتخلص. علشان كده فكرت أعمل لكم الجزء 31 من سلسلة الغموض. ويلا بينا نبدأ. في شهر ديسمبر سنة 1949 كان راكب الأتوبيس راجل عجوز اسمه السيد تينيفورد، وده واحد من الجنود اللي شاركت في الحرب العالمية. وفي الوقت ده كان جندي متقاعد وبيعيش في مساكن مخصصاها الدولة للمحاربين القدام فقط. وفي اليوم اللي بنحكي عنه أثناء ما هو راكب المواصلة فجأة كده بدأ يحس بتعب شديد، وعلى طول راح في النوم. أول ما الأتوبيس وصل لنهاية الخط كل الركاب بدأت تستعد للنزول. شاب منهم كان يعرف الراجل ده فقال يعني يلحق يصحيه من النوم علشان يروح السكن بتاعه، لكن اتفاجئ ان هو مش نايم اصلا على الكرسي زي ما شافه من شوية. والغريب هنا ان كل الركاب شافت السيد تينيفورد وهو نايم مكانه في الاتوبيس، وكمان خط السير مفهوش اي محطات للوقوف ابدا. الكل كان في حالة من الذهول والصدمة. محدش عارف الراجل ده اختفى امتى وازاي، محدش عارف يتصرف ويبلغ مين وهيقول ايه اصلا. الشرطة ذات نفسها معرفتش تجمعه ابدا، ومفيش حد من الركاب تم اتهامه في الموضوع ده. وقصته بتعتبر واحدة من اشهر قصص الاختفاء الغامض على مستوى العالم. اما تاني قصة النهاردة فدي كانت للدبلوماسي بنيامين باسريست، والحادثة دي حصلت في سنة 1809. وقتها كان معدي على الطريق العمومي هو وواحد من أصدقائه، وراكبين هما الاتنين عربية بتجرها الخيول. المهم السيد بنيامين بدأ يحس بالجوع الشديد، وأول ما شاف فندق قال لصاحبه أنا هخش أتغدى بسرعة وهجيلك على طول. وقتها صديقه فضل مستنيه شوية لحد ما رجع. أول ما وصل عنده قال له ثواني بس هظبط اللجام بتاع الحصنة. وهو واقف يتكلم معاه وعمال يظبط في العربية صاحبه كان بيتأمل في المكان حواليه، ولما بيسأله بيقول له ها قدامك كتير، اتفاجئ ان هو مش واقف جنبه اصلا ولا حتى موجود حوالين العربية. فجأة كده لقاه اختفى بصورة غامضة ومرعبة بدون اي اثر في المكان. والغريب ان الحتة اللي حواليهم دي فاضية تماما، ما فيهاش يعني غير الفندق وبس. ولما راح يسأل عليه قال له الموظف ان هو جه اتغدى من شوية وخرج ومرجعش تاني ابدا. وبعد التحقيق في قضيته ما كانش حد عارف هو راح فين واختفى ازاي. ودايما الشرطة بعد ما بتعمل كل اللي عليها خلاص يعني بتقفل الموضوع ده علشان تشوف غيره، وبيتم حفظ القضية لحين التوصل لأي نتيجة جديدة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة، وتأكد من تفعيل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد أنا بقدمه في ميعاده. رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات. وآخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.